السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هوبة من قناة تستي فود هوبة. هنعمل مع بعض أحلى الوصفات بكل تكات المطبخ المصري، يا رب تعجبكم إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض كب كيك الشوكليت بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات سهلة وبسيطة جدا، وبجد نتيجتها مضمونة 100% وحلوة جدا وهشة وطرية. عايزه اقول لكم مفيش حد داق الكب كيك ديت الا وعجبته. هنعملها بالظبط ببيضتين ونص كوبايه ميه. مكونات كده سهله وبسيطه، وببيضتين بس هنطلع كميه كبيره جدا من الكيك ونص كوبايه ميه مغليه، ونعمل احلى كيك ممكن تاكلوها في حياتكم. شايفين الكيك شكلها حلو ازاي؟ بجد حلوه جدا وطريه وهشه ونتيجتها مضمونه 100%. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نعرف كل التفاصيل. يلا بينا نشوف كل المكونات اللي استخدمناها في الكيك. هحط كوبايتين من السكر، وديت اكتر حاجة بنحطها. مشوا على المقادير مظبوطة عشان تطلع معاكم نتيجتها ناجحة. هنحط نص كوباية من المية المغلية نغليها في الكتل ونصبها تهدى شوية على بال ما نجهز بقية المكونات بتاعتنا. خلاص هنسيبها كده تهدى، وهنحط كوباية وربع من الدقيق ننخلهم كده ونضيف لهم كيس بيكنج باودر. نحط الكيس كله، ادي الربع كوبايه اللي باقيه، وننخلهم بالشكل ده. وهنستخدم كمان ربع كوبايه من الكاكاو، ننخلها برضو بنفس الطريقه، وبعدين ننخل كل المكونات كده مع بعض عشان يمتزج الدقيق مع البيكنج باودر مع الكاكاو بالشكل ده كده. خلاص احنا بنجهز طبقين. هنعمل في طبق المواد الجافه دي كده كلها نركنها على جنب، بعدين نجيب الطبق التاني السكر هنحط عليه كل المواد السائلة اللي احنا هنستخدمها. امشوا بالمقادير مظبوط معايا، وادي البيضتين عشان تطلع نتيجتها ناجحة معاكم. ونص كوباية من الزيت بالشكل ده كده، وهنضيف عليهم كوباية حليب. خلاص انا كده ما استخدمتش اي حاجة، بنضيف كل المكونات بس الاول، ورشة ملح. تمام، ومعلقة كبيرة من الخل طبعا محسن كيك معانا بيساعد على نجاح الكيكة. ومعايا معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. بجد بجد الفانيليا السايلة بتدي طعم للكيك حلو جدا. هضرب كل المكونات مع بعض لغاية ما السكر يدوب خالص معايا. نفضل نضرب كده فيها على سرعة عالية لغاية ما السكر يدوب معانا. اول ما نشغل المضرب ونبدأ نضرب الكيك بتاعنا، نشغل الفرن على درجة حرارة 180. اهم حاجة خطوة في النجاح الكيك ديت هي التسوية. لو التسوية بتاعتها مظبوطة الكيكة هتطلع ناجحة معاكم. هي عايزة اقول لكم بتاخد بالظبط 15 دقيقة في الفرن. يعني انتوا بعد 15 دقيقة اختبروها بالسكينة، لو لقيتوها استوت يبقى كده خلاص استوت الكيكة معانا. ما تسيبوهاش اكتر من كده عشان ما تتحرقش. انا بعد ما ضربت كل المكونات السايلة والسكر داب، كان بقى حبة كده صغيرين ضفتهم برضو على الكيك بتاعنا، ونضربهم كده كويس اوي. نقلبهم الاول من غير ما نشغل المضرب علشان الدقيق ما يطيرش معانا. خلاص، ونبدأ بعد كده نشغل المضرب ونضربهم كويس جدا مع بعض لغاية ما يدوب الدقيق في كل المكونات السائلة. انا لغاية دلوقتي ما ضفتش المية. هنضربها كويس جدا الاول لغاية ما يمتزج كل الخليط مع بعضه بالشكل ده. في الكيك ديت لازم نستخدم مضرب كهربائي او ممكن في الخلاط، عشان كمية السكر كبيرة شوية فلازم تدوب معانا كويس جدا. نضربهم كده بالشكل ده. انا عايزة اوريكم القوام بتاع الكيكة. شايفين هو كده قوامها تقيل الى حد ما. انا لسه ما ضفتش المية اخر خطوة بنضيفها في الخطوات بتاعتنا. نبدأ نضيفها كده بالتدريج واحدة واحدة للكيك بالشكل ده. هي طبعا هتكون خفيفة معانا وده المطلوب اثباته زي ما بيقولوا. شايفين بقت خفيفة خالص ازاي؟ هي كده كويسة جدا جدا يعني. هنجهز معايا انا حطيته، بصوا شايفين في التسبينر ملاها ولسه باقي حبة كمان معايا. عايزة اقول لكم ما شاء الله بتعمل المقدار بتاع الكيك ده بيطلع لنا كمية حلوة جدا. كان الولاد عندهم ديش بارتي في المدرسة وطلبوا مني اعمل لهم حاجة حلوة،
بجد الكيكة ديت فعلا فعلا نتيجتها تحفة جدا، وبتعمل كمية كبيرة بمكونات سهلة وبسيطة، وبجد طعمها تحفة جدا، ما تفرقوهاش خالص عن الكيك الجاهز. طبعا بنشغل الفرن يسخن زي ما قلت لكم، اول ما نبدأ نشغل المضرب نشغل الفرن يسخن، ونحط بقى صينية الكب كيك. شايفين ما شاء الله عملت كمية ازاي، ولسه باقي معايا حبة كمان. يعني هي تقريبا بتطلع حوالي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني دول كده 24 قطعة، وعملت لي قالب كمان 6 قطع، يعني 30 قطعة تقريبا. شايفين دي كده بعد ما استوت. اهم حاجة في نجاح الكيكة ديت التسوية بتاعتها. بالظبط هما 15 دقيقة طبعا على حسب الفرن عندكم. بعد 15 دقيقة لما تشموا ريحتها كده بقت مالية البيت كله، افتحوا عليها، ما تسيبوهاش اكتر عشان ما تتحرقش. بجد طرية جدا وطعمها تحفة جدا جدا جدا. ممكن تزينوها بأي حاجة انتوا حابينها، ممكن كريم جانتيه ديت، شوكولاتة بيضة، اللي هي السبريد عاملة زي الشوكولاتة اللي هي الكريم اللي بندهنها بالشكل ده كده. انا سيحتها طبعا، هنحط حبة على الوش، بيكون ابيض مع اللون البني، بيكون لونها حلو وشكلها حلو. ممكن نكتفي بكده، ممكن عايزين تضيفوا لها شوكولاتة بني برضو بالشكل ده، نزينوها بقى براحتكم زي ما انتوا عايزين. بس عايزه اقول لكم فعلا فعلا والله انتوا لو جربتوا الطريقه ديت مش هتبطلوا ابدا تعملوها. الولاد كانوا عايزين يدلعوها كده، يحط لها بسكوت، فحطيت لها بسكوت بالشكل ده. ممكن نستغنى خالص عن كل الحاجات ديت وتاكلوها من غير اي حاجه، هي مش محتاجه حاجه اصلا، هي تحسوها ان هي شوكليت مش كيك. جربوها بالطريقه ديت وانا متاكده ان هي هتعجبكم. ايه رايكم؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ يا رب تكون عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده، وتكون سهله وبسيطه عليكم، بمكونات بسيطه لحد ما. ربنا يا رب يصلح الحال ويعيننا جميعا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. شكرا جدا لكم لحسن متابعتكم ليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.